وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. كلمة الودق يمكن ناس كتير هتعدي عليها من غير ما تفهم معناها، لكن الحقيقة إنها كنز لغوي وعلمي في نفس الوقت. الودق يعني المطر الغزير المنهمر، بس المعنى الأدق اللي أثبته العلم الحديث إن الودق هو القطرات التقيلة اللي بتتكون بعد مراحل طويلة جدا جوه السحب. طيب نشرحها بطريقة مبسطة شوية. في البداية بخار المية بيتكاثف حوالين ذرات الغبار اللي الرياح شالتها، وبعدين القطرات الصغيرة دي بتتصادم وتتجمع، وكل ما تكبر أكتر وزنها بيزيد، ولما توصل لمرحلة معينة من الكتلة ما بتقدرش السحابة إن هي تشيلها أكتر من كده، فبتبدأ تنزل من خلال السحابة على شكل قطرات كبيرة، وده اللي ربنا سماه الودق. شايفين الدقة القرآنية؟ قال الودق يخرج من خلاله، يعني من خلال السحاب نفسه، وبالظبط هو ده اللي بيحصل، إن القطرات بتنزل من داخل السحابة الركامية مش من طرفها ولا من فوقها.